السلام عليكم، صلوا على النبي وما تنسوش اللايك. النهارده بقى نعمل فطيرة السلطان بالطريقة والشكل والجمال ده كله. شايفين ما شاء الله، صلوا على النبي. ما تنسوش اللايك لو عجبكم الفيديو. تعالوا نشوف هنعمل حلاوة الجمال دي ازاي. هنا معانا بولتين، بولة فيها 3 كوبايات وربع دقيق، وفي بولة فيها كوباية حليب دافي وربع كوباية زيت، و3 معالق كبار سكر، ومعلقة كبيرة خميرة، ومعانا بياض بيضة زي ما انتم ما شايفين، ومعانا نقطتين من الفانيليا عشان ريحة ما يبقاش ريحتها زفرة من البيض. هندمجهم كويس جدا، وبعد كده ننزل بال3 كوبايات وربع دقيق. هننزل بالتدريج كده كوباية كوباية اهو. اول كوباية الدقيق يكون منخول كويس اهو زي ما انتم ما شايفين. هنحتاج ربع كوباية مية دافية. هنكملها عجن، وبعد كده هنقسمها نصين، وهنعمل نصها بالكاكاو، هنحط عليها معلقة وربع كاكاو ومعلقة زبدة كبيرة، وهنعجن دي تاني وهنعجن دي تاني، وهنسيبها ترتاح ساعة كاملة اهو زي ما انتم ما شايفين كده. هنغطيها بالاكياس وهنسيبها ساعة كاملة ترتاح. اهي هنا بقى بعد ما ارتاحت، شايفين اهم حاجة ان هي ترتاح بس اهو زي ما انتم ما شايفين. هنفرد العجينة دي دلوقتي اللي هي البيضة دي، حاجة كده في منتهى الجمال. اللي هيجربها يعرف ان هي حلوة. او بنطلع منها الهواء كويس عشان تتفرد معانا. بينا الشبك كده بقى، وهنفردها بالطول. ما تنسوش اللايك اهم حاجة والتعليق. اللايك ده بيعرفني ان عجبكم الفيديو وبيشجعني اكتر. هنا فردناه زي ما انتم ما شايفين، وفردنا التانية اللي هي بالكاكاو اللي احنا عملناها. هنا معانا شوكولاتة مكعبات. اللي عنده شوكولاتة من اللي هي بتبقى في العلب دي عادي، مش مشكلة. حاجة كده عالرايق جميلة جدا. حشيناها بالشكل ده كده، وهنلم الاطراف دي. اخر حاجة بقى هنا دي بالسكينة كده، ونمسكها نعمل شكلها بالشكل ده كده زي ما انتم ما شايفين. وبعد كده نلفها زي الضفاير كده عشان تدينا شكل حلو وجميل اهو ما شاء الله. هنلفها بالشكل كده ده. بعد كده بقى معانا صينية مبطنينها بالدقيق والزبدة، وهنسيبها ساعة كاملة تختمر بعد ما نعملها بالشكل اللي عملناه معاكم دي. وبعد كده معانا صفار البيضة ونقطتين من الفانيليا ومعلقة لبن، وهندهنها بالشكل ده كده، وهندخلها في الفرن